يا صباح الاستمورنينج القمر. افتكر دايما ان اعترافك بسلبياتك هي قمة الايجابية، واعترافك بخوفك هي قمة الشجاعة، واعترافك بضعفك هي قمة القوة، واعترافك بنقصانك هو قمة اكتمالك. احنا ساعات كتيرة قوي بنبقى عايزين نهرب من مشاعرنا السلبية، ساعات كتير قوي لما بنحس ان احنا ضعاف، ان احنا خايفين، ان احنا مش عارفين احنا عايزين ايه او تايهين، بنرفض ده او بنحاول ننكر ده عشان نحسس نفسنا ان احنا كويسين، نحسس نفسنا ان احنا فاهمين احنا عاوزين ايه، احنا عارفين نوصل للي احنا عاوزينه. لا 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 لا, لا. احنا قمة الشجاعة وقمة القوة. بس الحقيقة ان دفنك للمشاعر دي او انكارك ليها او هروبك منها مش معناها ان انت كده واجهتها وان انت بقيت شجيع السيما. الحقيقة ان هي معناها ان انت كأنك حطيت التراب تحت السجادة. مع اول موقف حقيقي هتتعرض له هتلاقي كل الغبار وكل التراب ده زاد اضعاف. فمهم قوي ان انت ما تنكرش المشاعر دي، تقبل وجودها واعترف لنفسك بيها وواجهها، وابدا املاها او ابدا قويها او ابدا شوف ايه هي الحلول عشان تعرف تطلع من المشاعر دي على طول وتعرف تواجه. فمهم ما تهربش، مهم ما تنكرش عشان تبقى دايما شخص شجاع وتبقى دايما بطل، بس هتبقى بطل حقيقي مش بطل من ورق. وبس كده، شكرا.